كلمتك الفيديو اللي فات عن موقع لامارينا وقلت لك الموقع ده بيعمل حاجات كتير قوي، بيدي لك كل ادوات الذكاء الاصطناعي مجانا، وقلت لك انتظر الفيديو الجاي علشان اعرفك ازاي تقدر تعمل صور مصغره بضغطه واحده، وده اللي هيحصل معانا دلوقتي. فابدا دلوقتي ادخل على الموقع زي ما انت شايف، وقلت لك طبعا تقدر تستخدم الموقع ازاي من خلال السهم اللي طالع ونازل دوت، وتقدر تختار بقى اذا كان باتل او معركه، سايد باي سايد، دايركت شات، زي ما انت شايف كده تقدر تختار اللي انت عاوزه وتقدر ان انت تشتغل عليه. انا بحب مثلا علشان اعمل صوره مصغره هختار اخر حاجه اللي هي الدردشه، انا كده اوريدي واقف عليها، وهبدا انزل بالسهم ده هختار جيميناي 3 برو. طبعا ده اخر ابديت لجيميناي، الميزه فيه بيطلع لك اللغه العربيه بشكل جميل، مش بيكون فيه اي مشاكل. انا دلوقتي هبدا اعمل ايه علشان اقدر اعمل صوره مصغره ليا؟ هبدا اروح كده على العلامه بتاعت الصور دي، اضغط عليها اضيف صوره ليا من خلال علامه البلس دي. زي ما انت شايف انا دلوقتي ضفت الصوره هنا. طبعا زي ما انت شايف بيقول لك اوصف لي او حط البرومبت بتاعك علشان اطبق لك الحاجه اللي انت عاوزها. تقدر ان انت تروح تعمل برومبت من خلال الشات جي بي تي، تقول له انا عاوز اعمل صوره مصغره تكون احترافيه والكلام ده، او لو انت عاوز تكتب بالعربي زي ما هكتب كده مفيش اي مشكله بالنسبه لك. انا دلوقتي هقول له، هكلمه عادي خالص، انا محتاج طبعا كده بتكلم مع حد ديزاينر، بقول له انا عاوز اعمل كذا كذا كذا. فالموضوع يعني الصراحه كويس فوق ما تتخيل، وهنشوف النتيجه دلوقتي مع بعض. الموضوع ما بيكملش دقيقه وهتلاقي النتيجه ظهر قدامك. النتيجه ما عجبتكش هتقدر ان انت تختار من خلال في علامه كده هتظهر قدامي دلوقتي وهوريها لك، هتختار عليها هيجيب لك نتيجه ثانيه لحد ما يطلع لك النتيجه اللي انت عاوزها، وتقدر تاخدها وتقدر تستخدمها بقى في الفيديو بتاعك. والميزه هنا ما فيش اي علامه مائيه، يعني بص كده يا صاحبي معايا النتيجه طلعت معانا في اقل من دقيقه. شغل كان ناس كتيره بتتعب فيه، يعني والله انا كنت بشيل هم الصوره المصغره دي فوق ما تتخيل. يعني كنت بلف كده على اليوتيوب علشان اقدر اعرف اعمل ازاي صوره مصغره، وما كنتش للاسف بعرف اوصل لنتيجه زي دي. يعني انا كتبت قدامك كده جمله عادي من تاليفي، ما رجعتش للشات جي بي تي مثلا وقلت له انا عاوز برومبت كويس لصوره مصغره ولا اي حاجه من الكلام ده. يعني انا لو رجعت جبت برومبت لتصميم صوره زي كده هتطلع معايا احسن من دي 100 مره. وهو ده اللي انا هعمله برده قدامك دلوقتي علشان اوريك احنا وصلنا حرفيا لليفل مرعب بخصوص الذكاء الاصطناعي. يعني الشغل ده او الحاجه دي هتقعد ناس كتيره في البيت، فبجد الموضوع مخيف وكويس قوي في نفس الوقت. بس انت كل اللي عليك ان انت تبدا تطور من نفسك، تجري مع الوقت علشان تقدر ان انت تستفيد بكل الحاجات دي. زي ما قلت لك هجيب برومبت كده وهجرب اعمل الصوره. انا كل اللي هعمله هرجع للشات جي بي تي هقول له انا محتاج برومبت ليه صوره مصغره بتكلم عن كذا كذا. زي ما انت شايف ده الشات جي بي تي، هبدا اقول له محتاج. طبعا الشات جي بي تي بيجاوبك على طول، ما بياخدش اي وقت. انا محتاج اخد كده الديزاين بتاعي او البرومبت بتاعي كوبي، تمام، وهبدا اروح زي ما انت شايف كل ده كده كوبي، تمام، اعمل نسخ وهرجع كده للموقع. ممكن انزل كده هنا اضيف البرومبت بتاعي واجيب الصوره مره تانية، الصوره وضفت البرومبت اللي انا جايبه من الشات جي بي تي، وهبدا اقول له هات لي النتيجه. وطبعا زي ما قلت لك الموضوع اقل من دقيقه، يعني كل ما النت يكون عندك كويس النتيجه هتظهر معاك على طول. زي ما انت شايف دي النتيجه، وطبعا انا هسيبك انت تحكم بنفسك وتقول لي رايك في التعليقات. النتيجه زي ما انت شايف، انا الصراحه شايف يعني النتيجه مبهره جدا. تقدر تنزل الصوره وتروح تعدل بقى، عاوز تعدل في الالوان، تعدل في اي حاجه تقدر تعمل ده. الموضوع بسيط جدا فوق ما تتخيل. يعني انا شايف ان ده اثر على كانفا واثر على حاجات كتير قوي كنت انت بتتعب لها علشان تطلع نتيجه زي دي، وما خدش من اي دقيق خالص، تمام. فاقدر ان انا انزل الصوره من هنا، في عندك تنزل الصوره من هنا، النتيجه مش عجباني اقدر اختار على الدايره دي وهيجيب لي نتيجه تانية، وده هعمله برده قدامك. بجد بجد يعني انا مش عارف اقول ايه. انا محتاجك بس تقول لي رايك في الكومنتات. وطبعا كل اللي احنا بنعمله ده زي ما قلت لك مجانا. وده طبعا كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك. يا ريت لو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.